يا مساء الخير اخواتي بقى، صلوا كده على النبي. الوقت اتطلب مني 8 بليله، تعالوا كده اما نعملهم مع بعض. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يا ريت تشترك، انا اسمي احمد الشناوي. الوقت اتطلب مني 8 بليله. اول حاجه هنجيب كده 3 كرافات اهو زي ما انتم شايفين، وهنحط في كل كراف 3 كوبايات من البليله، يعني 3 كوبايات كده من غلة البليلة. طبعا البليلة ديت احنا جبناها وغسلناها وسلقناها وحفظناها كمان، وبنشتغل منها بالطلب، يعني ممكن احنا نعمل كده في البيت يعني. بعد كده هنقوم نازلين في كل كنكة، هنقوم نازلين كده ب5 معالق من السحلب. انا افضل ان انا احط سحلب مكان النشا، لان السحلب بيبقى جواه خلطة كده جميلة ويعني بتدينا طعم السحلب مع البليلة والفانيليا. حطينا في كل كراف كده يعني 4 أو 5 كوبايات من السحلب حسب نوع السحلب اللي عندكم. بعد كده حطينا كده رمينا في كل كراف كم مكعب من الزبدة، وبرضو الزبدة حسب الرغبة. وهننزل بقى كده ب3 معالق سكر في كل كنكة. معلش طبعا هو الدنيا ممكن تكون متدربجة كده شوية، لكن علشان كان في ضغط شغل، بس انا كان لازم اوريكم ال8 بليله واحنا بنعملهم بيتعملوا ازاي. بعد كده هنقوم نازلين بقى باللبن بتاعنا، يعني 3/4 الكراف كده نملاه لبن، يعني نزلنا بالبليله يعني نزلنا بالغلة البليلة والسحلب والزبدة والسكر، وهنقوم نازلين باللبن. هنروح دلوقتي بقى عند البخار وهنسيبه يتغلى كده ويسخن. طبعا في البيت هنعمله على البوتاجاز ويكون على نار هادية، يعني ما نعليش كده النار علشان يدينا القوام اللي انا هوريهولكوا دلوقتي حالا يعني. طبعا البليله في الشتاء بتطلب مني كتير، هي والحمص والسحلب، حاجه كده عظمه قوي. الناس كلها بتحب البليله والسحلب والحمص، حتى الاطفال يعني بيموتوا فيه. تمام قوي. وهو كده على النار هنبدا نقلب فيه كده علشان ما يتكتلش معانا السحلب مع البليله. لو احنا ما قلبناهوش هيتكاتل كده معانا وهيدينا كده، هيبقى فيه قطع السحلب اللي هو بالنشا يعني. لكن لازم نقلبه كويس قوي علشان كله يندمج مع بعضه ويدينا القوام اللي انا هوريهولكوا دلوقتي حالا. طبعا هما دلوقتي بيسخنوا على مكنة البخار، حاجة كده عظمة قوي يعني. يا ريت نعمله كده في البيت بالطريقة ديت يعني. هو في اول كراف كده سخن معانا، ولما اجي هنزل بقى في الكوبايات هوريكم القوام بتاعه عامل ازاي. يعني تحفة، يعني حاجة كده والله العظيم عظمة قوي. يعني طلب مني 8 بليلة كده، كنت بصراحة فرحان وانا بعملهم، لان البليلة والحمص والسحلب في الشتاء بيطلبوا مني كتير قوي علشان الجو بيبقى ساقع يعني. وهننزل بقى بالكراف التالت كده ونسخنه ونقلب كده شويه زي ما انا بقلب. لازم نقلب كويس جدا علشان السحلب مع الزبده والسكر كله يندمج كده في بعضه ويدينا القوام المظبوط يعني. انا طبعا بحب اعمل البليله تقيله كده. طبعا في ناس بتعمل البليله خفيفه من غير ما تحط عليها نشا او سحلب، وانا طبعا ما حطيتش النشا، انا حطيت السحلب علشان يدينا طعم جامد قوي. نزلنا بقى كده، نزلنا بالثمان كوبايات، وهننزل بقى كده بالبليله زي ما انتم شايفين. القوام بتاعه هو ده القوام المظبوط قوي اللي احنا نعمله كده في البيت يعني. انا بحب القوام ده. في ناس طبعا ما بتحبش القوام ده، في ناس بتحب البليله خفيفه يعني. وطبعا بعد ما احنا نزلنا كده بيها هننزل بقى بالمكسرات، اي نوع مكسرات، بس خلاص.